في لحظة ممكن حياتنا تتغير. مش دايما النهاية بتيجي بسبب ضعف، أوقات بتيجي لأنك كنت قوي زيادة عن اللزوم. القصة دي عن نسمة، ملاك بيلبس بالطو أبيض، ومو اللي كان بيشوف فيها الدنيا كلها، بس القدر كان له حسابات تانية. اسمع الحكاية وافهم يعني ايه حد ممكن يرحل وهو لسه جوه قلوب. كنت حاسة إن النهاردة مختلف يا مو. من أول لحظة دخلت فيها الطوارئ قلبي مش مرتاح. البنت الصغيرة اللي ماتت في حضني كانت بتتشنج وأنا مش قادرة أعمل لها حاجة. الإسعاف اتأخر والناس واقفين يصوروا بدل ما يفتحوا الطريق. حسيت إني بتكسر من جوه، كل يوم بيكسر فيا حتة. وأنا مستنيكي تحت المستشفى يا نسمة، شفتك جاية وعينيكي فيها وجع كبير. قلتلك تعالي نروح بدري النهاردة، بس صوتك كان هادي قوي، وقلتيلي في حالة حرجة هستأذنك، هستنى بس أخلص وارجع. ما كنتش عارف إنك مش هترجعي. بعد ما خلصت الحالة خرجت أعدي الشارع. الجو كان هادي بس دماغي كانت مشغولة بالبنت اللي راحت. كل خطوة كنت ماشياها كانت تقيلة، وفجأة كل حاجة حصلت بسرعة. نور العربية، صوت الفرامل، الأرض، وسكون. عدت ساعة واتنين وقلبي وجعني يا نسمة. رحت أسأل في الاستقبال وشكلي كان باين عليه الخوف. لقيت واحد بيبص لي بأسى وقال لي هي دي جات لنا في حادثة، الدنيا لفت بيا. إزاي؟ نسمة اللي بتنقذ الناس ملقاش حد ينقذها. عارف يا مو، ما كنتش مفكرة إن النهاية تيجي كده، بس يمكن دي اللحظة اللي كانت مستنياني. أنا طول عمري في ظهر الناس، بس لما جه وقتي كنت لوحدي. دخلت أوضة الطوارئ وأنا مش مصدق. لقيتك نايمة على سرير أبيض، السرير اللي عمرك ما ارتحتي عليه يا نسمة. وشك كان هادي بطريقة تخض، كأنك سلمتي، كأنك بتقولي كفاية عليا كده يا مو. سامحني يا مو، ما كنتش عايزة أسيبك كده، بس لو في عزائي حاجة فهي إنك شفت قد إيه كنت بحاول أكون إنسانة حقيقية. لو في يوم حد افتكرني بحنية مش بالحزن. من يومها وأنا برجع لوحدي، بقف قدام صورتك في المستشفى، تحتها مكتوب في ذكرى نسمة ملاك الطوارئ. بس ولا حد كاتب إن الملاك ده كان عنده مو بيحبه وكان نفسه يرجع له روحه، بس معرفش. نسمة راحت بس سابت وراها علامة، مش بس على حيطان المستشفى لكن في قلب مو اللي لسه كل يوم بيرجع لنفس المكان. مش مستنيها ترجع، لكن مستني اللحظة اللي هيرتاح فيها زيها. في ناس بتمشي بس بتفضل عايشة في تفاصيلنا، زي نسمة اللي فضلت تنقذ لآخر نفس، بس لما احتاجت الإنقاذ كانت لوحدها.